السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. والنهاردة كده معانا فيديو كده ظريف وجميل، ومعانا هنعمل مع بعض وصفة البقسماط. طبعا وصفة سهلة جدا والطريقة بسيطة جدا ومكوناتنا بسيطة مش مكلفة خالص، وكل المكونات عندنا في البيت. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نقول الطريقة، برحب بكل حبايبي ومتابعين القناة، واللي أول مرة يشوفوني برحب بيكم جميعا. يا رب الفيديو يعجبكم والوصفة تعجبكم. أتمنى اللي أول مرة يشوف القناة ينورني ويشرفني ويشترك في القناة. وطبعا لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني وبتخليني يبقى عندي كده طاقة إيجابية إن أنا أعمل فيديوهات، وإن أنا أقدم لكم كل الوصفات الجميلة اللي بتعجبكم. فطبعا شايفين مع بعض البقسماط. طبعا جميل جدا، ده بعد التسوية بوريه لكم. طلع كده مقرمش وجميل. وطبعا احنا عارفين ان الحاجات دي طبعا بقت غالية جدا في الفرن، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل المخبوزات ديت في البيت. القراقيش، القرص، البقسماط. صدقوني الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا جدا في البيت، ريحة الخبيز وريحة العجين. انا ببقى قاعده بعمل الحاجات دي بجد بجد، يعني ببقى مبسوطه جدا وانا بعملها. وكل ما بتبقى موجوده في البيت يعني بحس ان في فعلا خير في البيت، وان البيت مليان بالخير ومليان بحاجات جميله جدا. بتتسلي بيها بتبقى جميله جدا جدا فعلا في البيت. فهنبتدي مع بعض كده نشوف الوصفة ونشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة جبت بولة فاضية. طبعا جبت كوباية واحدة من المية، بتكون المية دافية ولا سخنة ولا باردة، مجرد ان هي دافية. وبجيب معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر. طبعا بقلب كل المكونات دي مع بعض تقليب كويس جدا. طبعا نص كوباية من الزيت، نص كوباية فقط من الزيت. طبعا بقلب برضو كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا. بتكوني بقى مجهزة نص كيلو من الدقيق. بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات للمخبوزات. طبعا بيكون منخول، بيكون منخول كويس جدا. بعد ما بقلب بقى كل المكونات دي بضيف الدقيق. طبعا الدقيق بحط عليه نص او ربع معلقة ربع معلقة صغيرة من الملح، بكون حطاها على الدقيق. هي دي مكوناتنا، بس زي ما قلت لكم مكونات بسيطة جدا ومش هيكلفنا اي حاجة. يعني انت قاعدة كده بالليل هتجيبي الدقيق وهتجيبي الزيت مفيش، يعتبر مفيش مكونات، كلها بسيطة جدا ومش مكلفة. الدقيق اهو طبعا بعد ما نخلته بحطه هنا اهوت على المكونات اللي انا قلبتها. ابتدي اقلبها بقى مع بعض كده كويس بالمعلقة قبل ما اعجنها. طبعا التسوية بنسوي على، بتكون التسوية في الفرن بتكون متوسطة، ما بتكونش عالية. ليه؟ لان انا عايزة البقسماط بتاعي يكون مقرمش، مش عايزاه يطرى معايا. فبيستوي وكمان بيقرمش، يعني بينشف معايا في الفرن. بعمل له كمان ان هو كمان بيستوي وكمان بيبقى ناشف معايا ومقرمش. فلازم تبقى التسوية بتاعة الفرن بتكون متوسطة، ما تعليهاش. وتقريبا يعني برضو ما بيحتاجش الشواية، لان هو بيستوي منه فيه، لانه طبعا بياخد وقت، بياخد من 30 ل 35 دقيقة في الفرن. فبيستوي مع نفسه وبيحمر الوش مع البقسماطة كلها بتحمر اثناء التسوية. زي ما قلت لكم من 30 ل 35 دقيقة في الفرن. طبعا انا بعجن العجينة معايا. طبعا بتكون عجينة طرية، بتكون عجينة ناعمة. ليه؟ لان كمية الزيت اللي محطوطة كمية حلوة، يعني مش هتخلي العجينة تلزق معاكي. ما بتكونش عجينة ملزقة خالص، بتكون عجينة بفضل اعجن فيها لغاية ما تديني عجينة ناعمة وعجينة طرية اهي. العجينة معايا جميلة جدا جدا، كل ما بعجن فيها كل ما ما بتطرى معايا وبتنعم معايا. يعني ما بسيبهاش الا لما بتبقى يعني خلاص كده، بسم الله ما شاء الله، العجينه بقت جميله جدا وناعمه في ايدي خالص اهيت.
هبتدي بقى هنا اهوت اسيبها ايه تخمر، يعني ايه لمدة نص ساعة كده اهوت. اغطيها واسيبها تخمر، احط بس شوية زيت كده اهوت في البولة واسيبها تخمر ايه لمدة نص ساعة. طبعا قبل ما بتسوي بتكوني بتشغلي الفرن لمدة 10 دقايق، وبعد كده زي ما قلتلك بتخلي التسوية على نار متوسطة. اغطيها بقى واسيبها كده اهوت لمدة نص ساعة. بكون بقى مجهزة معايا السمسم عشان وش البقسماط، هنشوف مع بعض هنعمله ازاي طبعا. هنا بسم الله ما شاء الله العجينة طبعا خمرت معايا اهيت. بنزل بقى الهواء اللي فيها كله، لازم تنزلي الهواء اللي فيها كله. وهنبتدي بقى ايه نشكلها. بتكوني محضرة الصاج معاكي او صينية طبعا مدهونة دهنة بسيطة كده من الزيت، وهنبتدي بقى نشكلها. طبعا البقسماط زي ما بتحبي، يعني ممكن تتحكمي في ان انت عايزه تعملي البقسماطه تكون طويله وتكون تخينه، او تكون رفيعه وتكون قصيره، فانت اللي بتتحكمي في حجم العجينه. يا اما تعملي العجينه تكون كبيره شويه تطلع لك بقسماطه طويله وكبيره، يا اما هتصغري العجينه هتبقى البقسماطه معاكي صغيره وتكون ايه تكون رفيعة. انا هنا بنحب البقسماط اللي هو الرفيع، ما بنحبش اللي هو ايه، يعني احب البقسماط تكون رفيعة وتكون ناشفة مقرمشة كده ايه معايا. اهي هنا كده انا قسمتها ايه نصين، وهبتدي بقى ايه اشكلها ايه قطع صغيرة، وزي ما قلت لك على حسب ما انت ايه حابة بتشكلي. اهي انا هنا كمان هنا اهو شكلتها، ولو لقيتها كبيرة هقسمها برضو، هقسم القطع برضو ايه نصين. بتكوني بقى مجهزة ان هو الطبق فيه معلقتين مية، والبقسماط السمسم بتاعك بتكوني مجهزاه برضو وحطاه في طبق تاني. وممكن برضو بتعملي طريقة تاني، ممكن تجيبي السمسم وتحطي عليه معلقتين مية، بتنضجيه خالص بالمية، وبتحطي على طول العجينة على طول في الطبق. فممكن تعملي الطريقة دي وممكن تعملي الطريقة دي. طبعا احنا شايفين ان انا عملت ان البقسماطة ازاي، قعدت الفها ان زي الرول اهيت، وحطيت ان في المية الاول، بعد كده حطيتها في السمسم. معلش هوريها لكم، هعمل لكم واحدة تاني واوريكم اهيت. بقعد الف فيها وابرم فيها كده زي الرول. طبعا هنا انتوا شايفين ان انا عاملاها ايه رفيعة، بقسماطة رفيعة. ادي الطبقة واتحطيتها في طبق المية الاول، بلتها وبعد كده حطيتها في السمسم. بنعمل واحدة مع بعض تاني. وزي ما قلت لكم طبعا بخلص الكمية دي كلها وبسيب العجينة تخمر لمدة نص ساعة تاني بعد التشكيل. بتحطش طبعا بتحطيها بقى بتغطيها وتحطيها كده لمدة نص ساعة. لو انت حابة تحطيها في الفرن طبعا ما بيكونش الفرن شغال، بتحطيها تخمر في الفرن على اساس ان الفرن بيبقى مكان مغلق وضلمه وكده، فبتخمر معاكي ايه على طول. وما بيكونش طبعا زي ما قلت لك الفرن شغال، ما بيكونش لسه شغلناه. بعد نص ساعة بتطلعيها بتكون خمرت معاكي. بعد كده بتطلعيها بره، بتطلعي العجين بره كله، وبتبتدي تشغلي الفرن لمدة 10 دقايق لغاية ما يسخن معاكي. والتسوية زي ما قلتلك على نار متوسطة. اهي كده عملنا واحد تاني اهو، زي ما اهي حطيتها في المية. بعد كده انا البقسماط اهيت، السمسم اهيت في المية، وبعد كده السمسم اهيت. وبحطها طبعا انتم ملاحظين ان انا بسيب فرق ما بين كل واحدة وواحدة لان هي لسه هتخمر معايا وهتنفش. اهي دي طبعا بعد التسوية. شايفين اهيت احمرت كلها من بقسماطة كلها من فوق ومن تحت، يعني ما شاء الله ومقرمشة معايا. ده الصاج انا كنت هنا قسمته خليته قصير، على حسب ده خليت البقسماطة طويلة. فعلى حسب ما انت عايزة ممكن بقى تقسميها نصين، وممكن تخليها زي ما هي طويلة، ممكن تكبريها، ممكن تخليها رفيعة، زي ما قلتلك على حسب ما انت عايزة. المهم ان هي تطلع معاكي مقرمشة وتطلع معاكي جميلة. ويلا بقى لزوم السقسقة، حضري بقى كوباية الشاي
أو الشاي بلبن، ويلا بقى سقسقي كده وإيه، اتسلي بقى بالليل وتسلي الصبح، والولاد بقى يفضلوا رايحين جايين عليها كده إيه. آه، بجد يعني إيه، وفرنا زي ما قلت لكم إن الحاجات دي بقت غالية جدا في الفرن، وبنحاول على قد ما نقدر إن احنا نعمل كل الحاجات دي في البيت. وزي ما قلت لكم فعلا فعلا بتبقى خير في البيت، وبتبقى جميلة جدا جدا. وخلصنا وما خدش منا أي وقت ولا أي مجهود، وبتبقى الحاجات جميلة في البيت، و بجد بتبقى تسالي حلوة والله. فيا رب يكون الطريقة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. طبعا اتمنى بقى تكونوا حطيتولي كده اللايكات الجميلة بتاعتكم والتعليقات الحلوة اللي بتسعدني، واللي مشتركش بقى في القناة يقوم كده يشترك في القناة. دمتم في امان الله ورعايته، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في وصفة جديدة.